مهم احنا نشوف اشكالات كثيره على القران. ثبت ان القران مستحيل يكون من الله. العلمانيين والشيوعيين وربعنا اللادينيين يقول هذا اذن هذا محمد هو كذب على الله، كذب على الناس. اذن يكفرون بالله وبالقران وبالدين. بعضهم الناس يقول لا كلها صحيحه وكلها من الله، فيغطون على عقولهم ما يشوفون هالاشكالات. يقول لا تسال لا تطرح شبهات، فيظلون بخانه العميان. ذول المتدينين كلهم عميان ما يرضون يفكون عقلهم. احنا هم نريد دين هم نريد عقل، فاحنا هم نقول هذا من مو من الله. هذا القران هالتناقضات الاشياء اللا اخلاقيه اللا بلاغيه اللا علميه بالقران كثيره. زين هذا ثبت من الله. اذن زين هل النبي كاذب ام صادق؟ اذا هالتحليل اخذنا يبين ان النبي صادق، وهو نبي صادق مع ان القران مو من الله. شوف هاي النظريه تضمن العقل مع الدين. احنا جاي نجمع بين العقل والدين. نقول النبي صادق لأنه هو واقعا صادق في قلبه أنه هذا من الله، يعني قلبه يحدثه، ضميره يحدثه، ضمير النوراني ضمير الإلهي يحدثه أنه قل هكذا. هذا صادق. ولكننا نعلم أن هذا القرآن مستحيل يكون من الله. اللي الله لا شوف ايش قد بيه ظلم، ايش قد بيه عذاب. انت ما كنت بالأول الجلسة يا سيد الرباعي قلنا كثير من الإشكالات على القرآن ما عندهم جواب. الظلم والتجسيد وعند عرش ويحمل عرش ربك 8 ويأمر بالقتل والتعذيب وجبار ومنتقم ويمكر ويخدع ويستهزئ ويغضب. كل حياة بشرية. بعدين يقول ليس كمثله شيء. كل شيء سميع بصير كذا، كلها حالات بشريه وعنده عرش تجلس عليه، وبعدين يقول ليس كمثله شيء. اذا اخذت هذا المعنى، الباطل في ذاك الزمان، الباطل تتغير يتكامل الانسان في ذلك الزمان. طبعا قتل الاسير واسترقاق النساء، تقتل العدو وتسترق زوجته وأطفاله، هذا حق. أما الآن باطل. فإذن يجب أن نقول أن لا يأتي الباطل صحيح، لكن في ذلك الزمان الحق والباطل نسبيان متغيران. تتغير العدالة، مثل العدالة في ذاك الزمان العدالة على المرأة تعطيها نص حق الذكر في الإرث في الشهادة. أما الآن لا، مساواة. الآن في العدالة مساواة. إذا 2 شهدا أنه فلان سرق كأنما 2 رجال شهدوا. والإرث كذلك. حق المواطنة يكفل حقوق المساواة للجميع، المسيحي والصابئي والشيوعي والمسلم. أما العدالة في ذلك الزمان تقتضي أن المسلم له حقوق أكثر من المسيحي. المسيحي يأخذون جزية. فالعدالة تختلف مولاي. المفهوم العدالة مطلق صحيح، العدل حسن مطلقا، احنا ما لا نقول بالنسبية، لكن تفسير ومصاديق العدل متغيرة. إذن مصاديق الحق والباطل متغيرة. الآن إذا أنت شفت واحد جاي يعبد صنم بوذا، إذا قتلته أنت باطل. أما القرآن يقول اقتله، هذا يعبد صنم. الآن إذا قتلته أنت مجرم. فإذن تتغير المفاهيم، تتغير. فصحيح كل ما قاله القرآن صحيح، ولكن فقط في ذلك الزمان. تفضل. الدكتورة كتاب تفضل. عليكم السلام. تفضل. بدأت بالفلاسفة والمسيحيين وعبرت موسى والتوراة.
كيف كانت صلة موسى بالله؟ هل عن طريق وحي أو التزم أخذ الألواح من الله مباشرة والكلام مباشر مع الله لا يحتاج إلى وحي ولا إلى سبيل ولا إلى جبال. يعني هذه عبارتها تقريبا هذه المفروض تبتدئ بها. يعني اختصارا لا مو حتى احنا نعرف كيف كانت نعرف القرآن اقترب من التوراة ما أخذ منها، لكنه أنت ما عرجت على التوراة اللي هي أولية يعني أول. صحيح. كان علاقة موسى والتوراة مع الله. يعني مولاي اولا الوقت ما يسع. اذا المحاضرة ليس لاستعراض تاريخ الوحي. يتفضل. لا خليني اجاوب انه انت ما عندك حق لانه جيت متاخر. اسئله غير انت تجي من وقت فاختصار على صار يمكن اكثر من ساعه ساعه ونص بدون ما نذكر هذه. يعني ذني مو مهمه. المهم انه احنا نريد نفسر رؤيه جديده للقران. هسه هذا الوقت ما يسع. كلامك صحيح. يعني لا الملاحظه، شوف الملاحظه هواي نتائج دققوا وياي. نتائج كثيره تترتب على هذا النظريه. غير الحل، نحل كثير من الاشكالات تنحل. المهم هذه ان القرآن هو تفسير للنبي. اول من فسر القرآن هو النبي. هذا القرآن مو هو كلام الله، تفسير كلام الله. وهذه التفاسير تفسير التفسير. لاحظين؟ يعني هذا القرآن هو النبي يفسر رؤيته للكون ولله وللحياة وللنبوة كلها يفسرها. يعني القرآن صياغة بشرية، صياغة النبي، لكن بدوافع نورانية، بدوافع إلهية. فالقرآن تفسير للتجربة الدينية والقلبية التي كان النبي يعيشها مع الله. فأول تفسير للوحي هو هذا القرآن. فالقرآن تفسير النبي للوحي يكون، مو هو الوحي. وهذه التفاسير تفسير التفسير. تفضل.